عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ كنعتذروا على هذا الروتار اللي درنا مع شحال هادي ما حطيناش شي فيديو ولا شي حاجه، اللي كانت شي ظروف معينه. كنعتذروا منكم. اليوم عاود جيناكم بواحد الفيديو جديد ان شاء الله. عندنا هذا الموتور هذا كيرد الدخان من الرونفلور، يعني هذا السي 90 هذا كديماري كيبقى تشوفوا كيصوت الدخان هنا من التحت. داك التيول اللي كيكون هنايا لتحت، فاش كيتنفس الموتور كيبقى يصوت الدخان. تبعوا معنا غادي نحلو دابا ونشوفوا، حيت كيكونوا بزاف ديال المشاكل. نتبعوا معنا وغادي نشوفوا المشكل منين بالضبط ان شاء الله. نحاول نحدو الكلاص ندخل من ستوبي. خلينا نشوف. نتوما الاخوان كيبقاو يدير داك السبب، كيديروا جوان كيلاص ولا كيطلق هنا من جهه لاشين. تما تكون الصوره واضحه. كيطلق من هنا كيبقى يرجع للنفس مع لاشين، وكيصوت في الجروب، وكيبقى يرد الدخان للداخل. يعني دابا الجوان راه ما فيهش المشكل. غنحلوها نشوفوا البيستو. نحيدو هذا البيستو نشوفوا الاشكاليه فين كاينه. شوفوا لنا جوان كلاس زعقلك وسلفيو ممكن نحيد هذا السلكيبس هذا باش تشوفوا الاخوان البيستو كيفاش داير. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح باش نشوفكم مزيان. اذا لاحظتوا الصاقمات ما بقاوش طالعين كاع نهائيا، غبروا، يعني النفس ما غاديش يحبسوه بمره. اذا لاحظتوا الصاقمات داخلين وسط الحفره ومخلين الفتحه هنايا بجوج بيهم، يعني النفس كيرجع كيتسرب لوسط الجروب وكيطير الزيت وكتخرج من الرونفلور هي والدخان. يعني الصاقمات ميتين لواحد الدرجه ما كتصورش. يعني داكشي باش كيتحرك الموتور غير البيستو مازال فيه شويه ديال الاخر، مازال مزير شويه في السيلندر. داكشي باش كيديماري وكيتمشى فاشل. وهاد النمره ديال البيستو النمره 70 صغير شي شويه هو. انتما كما كتشوفوا. نتمنى تكون الصوره واضحه، واخا كاينه شويه ديال الشمس. دابا غادي نبدلوه وغادي نديماريو ان شاء الله. غادي تشوفوا النتيجه. نتمنى تكون النتيجه مزيانه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكل واحد يستافد. يعني المشاكل ديال الرونفلور ملي بقى يرد الدخان والزيت كيكون اما البيستو مشاو له السواقم، ولا تجرح لواحد الدرجه كبيره، اولا جوان كيلاس كيطرق من جهه لاشين هنايا، كيطرق هنايا كيبقى يرد الدخان والنفس من هنايا كيصوت وسط الزيت كتبقى تطير. هما جوج مشاكل اللي كيكونوا في الغالب. حنا جبنا البيستو الاخوان، وهذا البيستو خصو ما يكونش مزير بزاف وما يكونش عاد مرفوع، فهمت؟ الشركه ديال الكاضي حاجه زينه. انت كيجي داخل ما يكونش مزير بزاف. الشركه ديال الكاضي هي شركه مزيانه، البيز ديالها غالي شي شويه ولكن حاجه مزيانه. غادي نركبوه ان شاء الله، نركبو الصاقمات ديالو. باش كتغرب والمجرد غادي نركبو حل
بدا يسكت. نركبوا الصقمة ديال الزيت هي الأولى. كتجي هاد الشبكة هي الأولى. نركبوا الصقمات. كنعتذروا على الإزعاج الخدمة هنايا وديال الدراري اللي معايا وهادي، كنعتذروا على الإزعاج. نركبوا هاد الشبكة هي الأولى، كتجي هنايا بحال هكا. كنديروا لها هاد الصقمات ديالها ديال الجناب. كتجي من التحت. كاين شي واحد كتكون فيهم كتابة كترجع الكتابة للفوق. بالنسبة له الفم ديالو، بالنسبة للفم ديال الصقمات، حدا تردوا لهاد الجهة حدا تردوا لهاد الجهة باش تعقل عليهم فين راجعين على حسب هاد الباك هذا. فين ما رجع الفم ديال الصقم ماشي مشكل، ولكن باش تعقل عليهم انت كتردوا حدا لهاد الجهة وحدا لهاد الجهة باش كتعرف بلي راه تخالفوا. وكتسبق هاد الكحلة هادي كترد لها الكتابة للفوق بحال هاد الشكل هذا. كترد لها الفم لهاد الجهة، كتعاود ثاني حتى لهادي بحال هكا. بهاد الطريقة باش تجيك ساهلة ما تهرسلكش الصاقمة. كتعاود زاق لهم الفم وحدة لهاد الجهة وحدة لهاد الجهة بحال هكا. بالنسبة لهاد الصقمة ديال الزيت، حم واحد ما عارفش كيفاش كتخدم، واحد التقابيله راح تقابي هنا لداخل ديال البيستو ها هما دوك. كتخرج الزيت من هاد الشبكة هادي، كتخرج الزيت من هاد الصقمة هادي ديال هاد الشبكة. هاد الشبكة هادي باش كتخرج الزيت باش يتكريس هاد البلاصة هادي باش ما يلصقش البيستو. كتخرج الزيت من هنا. الصقمة التحتانية اللي تحت الشبكة كتدفع الزيت للفوق ملي يطلع البيستو. الصقمة ديال الشبكة الفوقانية هادي كتشطب ديك الزيت اللي طلعات، كتشطبها باش ما تفوتش لغرفة الاحتراق وتاكل الزيت. كتردها عاوتاني هي لتحت باش ترجع للكروب، وهي غادية بهاد الطريقة. كيتجرس هاد البيستو هنايا باش ما يلصقش هاد البلاصة هما اللي كيلصقو، وهادي ديال الكومبريسيون. دابا غادي نركبوه ونشوفو النتيجة ان شاء الله. وبالنسبه لواحد القضيه اخرى، هاد الان هادي ديما كتردها للفوق. هاد الان ديما ترجع للفوق. هادي كاين شي بيستات ما مطراسينش، هادو راه مطراسين السوبابات الكبيره للفوق والصغيره لتحت. كاين شي بيستو كيكون بلا ما مطراسي لا سوبابا لا والو، كتكون فيه واحد الان اما محفوره اما مكتوبه بالصباغه، كتردها ديما للفوق. دابا الاخوان بعد ما نطوينا السيلندر غادي نركبوه. غنديرو شويه ديال الزيت على حساب الصقمات بيستو باش ما يكونش ناشف على ما يخدم الموتور باش تدور فيه الزيت. كندهنو السيلندر بالزيت بحال هكا. غادي نحاولو نركبو الجوان. حنا كنديرو شويه ديال الرانز هكا حسب الجوان باش ما يسيلناش الزيت. نركبو الجوان ديالنا هنا. غنديرو الكره من الجهه الاخرى. عندي السيلندر. عليكم السلام ورحمه الله. الصقمات كل وحده كتعطي فمها لواحد الجهه باش ما يبقاش يتسرب الزيت ولا النفس.
لاشين هذه بالنسبه لواحد الا خاف ما يلقاش الكراج ولا هذا، يخليها كاع هنايا ويحاول باش ما تبقاش تخرج له من السلسله. تقدر ترد غادي يبقى الكراج في بلاصتو. ب14 نطلعو البيستو ديالنا لهنا، كدورو باش تحس بيه راه ما مزير ما والو، وهو اكبر. كتحاول تخلي البيستو طالع باش تريقل عليه الواشين. الا كانت ما مريقلاش، الا خليت هذا بلاصتو ما تحركش كتبقى الراشين هي. بالنسبه اللي خاف يضيع له الكراج وما يعرفش يريقلو، وبالنسبه اللي كيعرف اللي عنده، بالنسبه اللي معلمو هادي راه عارف شنو كيدير. ما كتشوفوا لاشين راه بقات في بلاصتها. ونوريكم بس راه حتى في نبيه طالع. كما تبان ديك البوان، كتبان لك البوان هادي هنا. نحاول كما نوضح لكم. هاد البوان انا مبغاتش تبان مزيان كي درجات مع الشطه هي هذيك، يعني بلا ما نحيد ديك الرول ما والو كيبقى الكلاج في بلاصتو. ان شاء الله غادي تشوفوا معنا ان شاء الله كي غادي يولي. هذا الموتور ان شاء الله نقصو شويه في الرالونطي، ان شاء الله دابا مزيان ولا فيه النفس ولا مجهد ولا كيتسير. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه، نتمنى يعجبكم الفيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله.